هو مين يا جماعة من أهالينا زمان ما أكلوش القراميط؟ ليه يا جماعة كلنا دلوقتي أجمعنا إن القراميط أكلها حرام وأكلها غلط ومليانة سموم، بالرغم إن هي نوع من أنواع الأسماك اللي طالعة من المزارع زي السمك البلطي والبوري بالظبط. عموما بقى أنا بحب القراميط يا جماعة، معلش بقى، يعني أنا بحب القراميط وبحب لحمة القراميط، وخاصة بقى في الصواني والكفتة كمان. يا ميادة انتوا بتعملوها كفتة؟ ايوه يا جماعة احنا بنعملها كفتة. انا طلعت كده لقيت اهالينا بيعملوها كفتة. كفتة القراميط مشهورة جدا في بلطيم، وبأكد اهو مشهورة جدا في بلطيم، لان انا نزلت قبل كده كفتة القراميط وجالي تعليقات كتيرة: دي مقرفة، انتي مش عارف ايه، انتي ازاي بتعملي يعني دقت في وشك. ده نوع من انواع الاكل، وكل دار وليها مدار. المهم انا جبت القرموط، سلخته نضفته تنظيف مية مية، مفيش بعد كده. قطعته جزل كده، وامي قعدت ربنا يبارك في عمرها خلته، واخدت اللحمة بتاعته فرمتها في الكبة، وهشتغل فيها بنفس طريقة الكفتة العادية خالص، بدقيق الرز. في الوقت ده انا كان معايا 2 كيلو من دقيق الرز. طيب الدقيق بتطحنيه ازاي؟ بتجيبي الرز يا حبيبة قلبي تغسليه، وما تنقعيهوش ابدا، انت اغسليه بس كويس جدا، وحطيه في مصفى يتصفى في نفس الوقت. بعد ما هيتصفى سيبيه في الصفايه بتاعته كده قيمه نص ساعه بالظبط، وابدأي اطحنيه في المطحنه بتاعه الخلاط. وعليكي بقى وعليه، بصي عايزه اقولك هيطلع معاكي زي النشا بالظبط، بودر يا جماعه، زي السكر البودر. انما لو نقعتي الرز استحالة ان هو هيتطحن معاكي لانه هيشرب مية. هنا بقى فرمت لحمة القراميط، وفرمت بصلتين 3 كده معايا، وعلى قد اللحمة بتاعتك بقى حطي، يعني حاولي ان انت تظبطي المقادير بتاعتك. احنا بنشتغل هنا بالبركة زي ما اتعودنا. معلش بقى يا جماعة، يعني أنا كان نفسي اديكم مقادير مظبوطة، لكني احنا بنشتغل كده بالموايمة. اخدنا دقيق الرز وضفنا عليه كزبره الخضراء في الاول كده، وطبعا اللحمه والبصل مطحونين اهون. ما ضفناش توم، بصل بس. التوابل فلفل اسود وشطه وكمون وكزبره ناشفه وملح بس. نزلنا كده بالبهارات كلها، وهنبدأ نعجنه العجينة دي كلها، وهسيب امي بقى تعملها كده، واروح اعمل التقلية. التقلية عبارة عن ايه؟ عبارة عن بصلة، بقليها كده لحد لما تغمق، تبقى زي بصلة الرز الصيادية. تمام كده. انا مش عايزاها تتحرق مني، لا انا عايزاها تغمق لكن ما تتحرقش، يعني الدرجة اللي هي قبل ما تتحرق وتتفحم دي. بصوا بقى، دي تعليمات انا باخدها يا جماعة. بعد كده هنزل بكيسين من الطماطم المفرزة، لا يعني عصير طماطم عموما يعني، انما انا عندي طماطم مفرزة، وكلكم واخدين بالكم كيلو الطماطم اليومين دول ب40 جنيه. ف انا يعني كنت مفرزة طماطم فطلعتها، انما يعني تستبدليها بعصير طماطم، تضربيه في الخلاط وتصفيه عادي. هنا قعدت بقى اساعد امي كده، والحمد لله انجزنا يعني. اكلة صعبة جدا لكن طعمها حلو. صبعناها كلها كده زي ما انتوا شايفين. واول بقى ما التقلية هتغلي معانا، تسيبها تغلي كده قيمة 10 دقايق، و... وانزلي عليها بقى برشة فلفل اسود، رشة كمون برضو، وتزوديها المية بتاعتها، وتسيبها تغلي بقى 10 دقايق بالظبط تغلي. بعد ما تغلي 10 دقايق هتبدأي بقى ان انت تنزلي بالكفتة بتاعتك. مش هنقليها يا مايدة، لا يا حبيبتي مش هتقليها، الكفتة دي بتتحط كده طرية زي كفتة الجمبري بالظبط، مش بتتقلي. اللي بتتقلي دي كفتة اللحمة، انما اي كفتة بحرية مش بتقليها، بتحطيها كده نية طرية. عايزة تقليها بقى بتقليها بعد ما بتطلعيها من التقلية. وهنا بقى انا كنت بعمل ايه؟ كنت بحاول ان انا اعمل الكوبيبة، عارفين الكوبيبة اللي هي الدواير دي؟ بحب اقعد اعمل منها اشكال كده. تمام. ننزل بقى بالكمية كلها.
متشوقة ادوق طعمها. عايزة اقول لكم انا بقالي 10 سنين ما عملتهاش. تمام كده. مش بتغيب معاكي في التسوية، يعني تقريبا ربع ساعة، ربع ساعة او تلت ساعة بالظبط، وهتلاقيها استوت معاكي. واغرفي بقى وكلي احلى كفتة. بصي بقى، يعني هي بتتاكل كده يا جماعة بدون رز، يعني جنبها بس طبق مخلل كده او حاجة خضرة زي فجل او جرجير و... وكلي بقى اجمل واطعم اكله في الدنيا كلها. بتمنى يكون الفيديو عجبكم. الهي تنسطري يا رب. يلا هتحطي اللايك لاختك وتحطي التعليق. انزلوا يا بنات حطوا اللايك وحطوا التعليق وقولوا لي بقى تعليق قمر وحلو يشبهكم. بلاش بقى التعليقات السلبية اللي بتتعب النفسية دي. في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.